اهلا بيكم في الجزء الثاني من قناة جود تيست. النهارده ده الجزء الثاني بتاع البسكوتات اللي جبناها، وقلنا نعمل جزء مخصص لبسكوت الشاي. فتعالوا نشوف البسكوت ده. خدوا بالكم احنا لسه ما فصلناش. الجزء اللي انتوا شفتوه اللي شاف الجزء الاول، وهنسيب لكم اللينك بتاعه تحت برضه في الديسكريبشن. هيعرف ان احنا بنصور بعده على طول، ما فصلناش، فهتلاقينا مجهدين شويه من السكريات. فمعانا اول حاجه ده بسكوت بالزبده من العبد، وده بسكوت بالكاجو من اسمه جود داي من بريطانيا، وده بسكوت بالحليب على شكل وافل كده، بس هو بسكوت شاي برضو من بريطانيا برضو. دي بسكوتات فيري فيري غنية عن التعريف طبعا. ده بالشوكولاتة، وده بالزبدة، وده العادي. انا عمري دقت بالزبدة ده. وده برضو جود داي نفس ده، بس الفرق ان ده بالزبدة وده بالكاجو. اولكر اولكر مشهورة يعني وغنية عن التعريف. ده الاولكر الفينجرز، ودي اولكر اللي هي الايه الماني. مش اللي هي اولكر اسمها اولكر ماري، مدورة كده. تمام. ودي ماري بقى اللي هي ماري حقيقية، ودي يويوز من سايلو فوتو. طيب نبدأ بنهي خلينا ناخدها بقى من اليمين كده من عندك من من العبد. طيب. نبدأ بالعبد ده كده. شكل العبوة بتاعته كده، ودي العبوة دي كانت ب 18 جنيه، فيعني سعرا تنم ان المفروض يبقى جواه كواليتي عالي. هي حاجة العبد عموما يعني. الكواليتي بتاعتها بتبقى حلوة. فتعالوا نشوف ده شكلها كده. طيب بما ان ده بسكوت بقى شاي فايه احنا هي معانا فيها شاي. 9 وحدات. انا هقطم قطمة الاول. ده شكل البسكوتة بتاعتها كده، اكتب عليها بيك، وبعد كده اخد قطمة الشاي. طعمها مزيكا، والزبدة ظاهرة قوي. انا حرفيا ما كنتش قادر اكل، بس دي بس عالمية. دي عالمية. جامدة جدا جدا عاش جدا العبد، عاش يعني. جدا. هنشوف في حطها الشاي. بقى مكانها. ماشي. انت اكلت على حتة صغيرة. طعمها حلو قوي قوي. طعم الزبدة واضح جدا فيها وطعمها ما شاء الله يعني. لا حلوة. بس هي بس بالشاي يعني. لا بس الشاي حلو برضه والله. هي الوحيدة من غير شاي. تحفة. بجد جامدة 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 جدا. طيب تعال نشوف جود داي اللي بالكاجو. ماشي. كان في حاجة عندنا تاني بالزبدة في بالزبدة تاني. صح؟ لا بس ده شكل الجود داي، شكلها حلو. عارف العلبة الصفيح امم طعم البسكوت اللي بالزبدة عامل اللي هي كانت البسكوت الاندونيسي ده. عامل قريب جدا للعبد. ده برضه ماشي، ريحته حلوة. هو في قطع كاجو بجد، بص في قطع صغننة كده. قطعة صغيرة. فلا طعمه كاجو فعلا. طعمه حلو. وسعرها دي ب 3 جنيه، يعني الناس عاملة كده ب 3 جنيه. ده طعمها مميز جدا وطعمها حلو. حلو قوي يعني. هنشوفها في الشاي. هتشوفها الشاي يلا بينا. بس حلقة الشاي. هي دي. تخيل. طعمها برضو مش شاي حلو. نعم. بس هي الوحيدة تحفة. ما انا بتكلم في كده ان في ايه الشاي ممكن يقلل الطعم شوية. بس هي حلوة بالشاي برضه. طيب تعالوا نشوف الجود داي اللي بالزبدة. انا كنت عايز اجربها. نشوف بقى بعد العبد طعم البسكوتة بتاعت هيبقى فيه زبدة واضحة ولا مميزة جدا قوي يعني. ولا العبد هيبقى طاغي يعني. طيب هي نفس الشكل كده، نفس الشكل بتاع البسكوتة. انت ليه بتجيبها كاملة؟ انا جبت لك المكسورة اهو، ده انا ما اقدرش اجيب لك الكاملة. بص طعم الزبدة، ريحة الزبدة حلوة يعني. وطعم الزبدة حلو برضو، بس العبد اقوى. العبد في حتة تانية. عبد اقوى، بس دي هشة اكتر هي من دي مش العبد. وحشة. لا دي دي حلوة. تكتشر احلى من العبد. طعم العبد الزبدة اكتر. هنشوفها في الشاي. بتاعت العبد ريحة وطعم جامد. حسيتها لما حطيتها في الشاي بقت احلى. طعمه بقى ظاهر اكتر. بس اقول لك حاجة،
دي سعرها 8 جنيه فرق السعر بقى. فنص والكميه اللي فيها تقريبا نفس كميه العبد. دي الحجم الكبير بس فدي هقول لك برضو انا هحس ان انا هميل لبتاعه العبد شويه. بس بضعف السعر يعني ضعف السعر بس حاسس ان انا طعم وريحه العبد نقلها في حته تانية خالص. دي التكتشر بتاعها احلى من العبد، بس الطعم بتاع العبد فعلا اقوى. اخر حاجه من بريطانيا هي بسكوت بالحليب على شكل وافل. فتعال نشوف. برك احنا عايزين نبقى نعمل حلقه لمنتجات العبد لوحدها يعني. منتجات العبد كتير، فلو حد عايز ان احنا نعمل لها حلقه قولوا لنا ده في الكومنت. يلا نقسمها بقى. شوف ده شكل البسكوته، شكل الوافل فعلا، بس هي شكلها بسكوته جامده شويه. هي بايه؟ بالحليب لبن. ناشفه قوي. جامده كده. التكتشر بتاعها مش حلو. هي طعمها حلو مش وحش، بس التكتشر مش حلو. تحسها بتعض جامد قوي. ناشفه. تقطم. بس بتحط في الشاي بقت تحفه. جربتها في الشاي؟ لا. لو جربها في الشاي. شاي طعمها لا ما حسيتش ان هو دخل. لا بقت حلوه قوي لما تحط الشاي. صح؟ حسيتها قلبت على فيري لما صح؟ انا بقول لك لما تحط الشاي يختلف. طيب نخش على فريل بالشوكولاته. المفروض فريل اللي في الشوكولاته تعمل بلبن مش بشاي، بس احنا نعملها بشاي برضه. عادي ناكلها بس. احنا قلنا حلقه الشاي بقى خلاص. ده شكلها. طلع واحده سليمه كده. ده شكلها. ريحتها بص كاكاو مش شوكولاته. هما كاتبين كاكاو، هما احنا اللي بنقول شوكولاته. انت برضه بتاخد الحته الكبير الصغيره. انا خدت الكبيره والله. دوق على الاول لوحدها. لا دي فيري دي علامه مميزه يعني. انت اول مره تاكل دي؟ اللي بالشوكولاته انا باكل العاديه. لا دي باكل العاديه وجوز الهند ما تلاقيش جوز الهند وانا بدور المره بس دي. بتدوب في كلمه ونص. هي فيري بتصدق انها تقع في الكوبايه. فعايش يا فيري. حلو. فيري غنيه عن التعريف يعني، بس حلوه قوي يعني. هنشوف اللي بالزبده. لا دي ما دوقتهاش قبل كده. انا اول مره اشوفها برضه. فيري بدات تطور من نفسها يعني. حتى شكل البسكوته دي كان زمان ذهبي كده. وجات عليها فتره ما كانتش موجوده. مش عارف كانت مختفيه. يعني دي مكسوره كده. طيب نطلع واحده سليمه عشان اوريكم شكلها. ده شكلها نفس شكل الفيري العاديه خالص. لا فرق في الطعم بس. بسم الله. هو في طعم الزبده؟ بسكوته عاديه خالص. بسكوته فيري خفف السكر بتاعها، بس ما فيهاش طعم زبده ولا حاجه. خد بالك دي غاليه، دي ب 10 جنيه يعني. هي برضه حجمها كبير مش صغير. طب جرب يمكن لا برضه مفيش طعم زبده. عاديه خالص. بسكوت عاديه خالص. بسكوت فيري سكره قليل. دي الفيري العاديه الكلاسيك اللي كلنا متربيين عليها. فتعالوا نشوف. نفس الشكل. بس طعمها مميز يعني. هي فيري يا جماعه. يعني انا حاسس ان دي ليها طعم عن الفيري الزبده. دي سكرها كمان اقوى. دي مميزه يعني. دي الفيري العاديه دي مفيش حد يقدر يعلي عليها الصراحه. خش على لما بزهق من الفيري كبسكوت شاي باجي الاولكر دايما. ده اللي انا بعمله. فتيجي نشوف اولكر بيقول ايه. دي اولكر اللي هي فينجرز. هي مشكلتها معايا دائما انها بتتكسر دايما. دايما بتبص تلاقي انها تتكسر. هي هشه شويه. هي هشه جدا. وفيها طعم اللبن كده بيبقى ظاهر قوي. تحس ان هي فيها لبن بودره عالي قوي يعني. دي واحد بقى ده كلها لوحدها كده من غير حاجه حتى. طعم مميز. فاولكر حلوه. دي ب 3 جنيه برضه، فسعرها كويس جدا. مثلا ما تطولش قوي في الشاي عشان هي بتروح. مش هتروحش انت الحق شيلها. بتروح خالص يعني. تمام. طيب نيجي الاولكر برضه بس الناري. مش عارف ايه الفرق بينها، اول مره اجرب دي. انا بجرب دايما الفينجرز. فكنت دوت دي قبل كده كان طعم الزبده تحسه واضح فيها شويه. في دي المدوره دي. هي بسكوتات كده مدوره صغيره قوي.
شوف عامله ازاي ورفيعه، طعم فيها عامله زي زراير البتاع بس كبير. ايه ده؟ حقيقة دي هشه قوي دي. طعمها مختلف عن التانية خالص، فيها طعم زبدة فعلا، بس هو مش كاتبين ان فيها زبدة. وعلى طعمها- فكره الطعم لما حطيته مع الشاي وضح اكتر. بقى ظاهر اكتر. دي في الشاي طعمها احسن من التانية، من فينجر. دي مش طعمها مش واضح قوي، بس طعمها حلو الاثنين طعمهم. نيجي اليويوز ده ما جربتهاش قبل كده، شفتها كده، دي من منتجات سايلو فود اللي هي الشركة الحكومية، مكتوبة بالفانيليا. فتعالوا نشوف بس صغننة كده خالص، شوف عاملة ازاي. تحسها اللي هي اللي فاهم بص الشكل الكلاسيك قوي يعني. حتى الطعم طعم قديم، تحس بقى كلاسيك حاجة قديمة، قوي بس يعني. ايه مش فاكر. يعني طعم بسكوت قديم كده كنا بنجيبها زمان، بس طعم ايه مش فاكر الصراحة. فتعال نجرب في الايه. يا ليه عمال تطرع. بسكوت بتطرع. كانت عايشه في ميه يعني. حتى طعمها في الشاي برضو مش وحش، حلو. لطيفة على فكرة، مختلفة يعني اللي عايز يغير. هي مختلفة عن الأنواع التانية خالص وحلوة وصغيرة خالص. نقفل بماري، الكاميرا كانت فصلت، بس يعني ايه الكاميرا تقريبا تعبت من السكريات يعني. فتعالوا نشوف ماري هتقول ايه. نفتح كده، هو مش عارف بيبقوا غلفين تغليف يعني، طوروا تغليف شوية يا ماري يعني. هو نفس التغليف اللي بتاع من 60 اللي هو سنة. بيخلينا نكسر البسكوت عشان نفتحها. هو معتمد ان هي كده كده بتتعمل فتة للاطفال يعني. بص هي اصلا هو بيحاول يحكمها عشان ما تتقطعش تقريبا من التغليف اللي هو عامله ده. يا سيدي افتح يا حاج. مش عايز تفتح خالص. طيب الحمد لله نجحنا في فتح البسكوتة. يعني طلع حتى متكسر. طلع القطع هتبقى دي نص دايرة، خمنتوا النص التاني. لا فهي في دايرة كاملة، دي كاملة كاملة عشان اوريكم شكلها. دي شكل الدايرة بتاعتها اهي، ومكتوب عليها كروان او كراون مش عارف. بص، حتى الطعم بتاعها بيزك بسكوت يعني فاهم. بحبش طعم مريم. فيري بيزكس. بيزكس. تفكر تاني بمين؟ عارف كتكوت. كويتس. بسكوتس. فهي هي طعمها بس كويس. طعمها في الشاي على فكرة احلى. بس لا ما بحبهاش يعني، انا ما بجيبهاش ابدا مريم. هي ما زالت لما بتتعمل فتة بتبقى طعمها حلو. فدي حلقة بسكوت الشاي بالنسبة لي. التوب كبسكوت ممكن اكله كده لوحده بتاع العبد. العبد في حتة تمام. تانية. وبريتانيا بالزبدة وبالاخص الفستق كانتش الكاجو، وحشة. طعمه حلو. طعمه حلو يعني مميز برضه. الفيري طبعا لا يعلى عليه، خلاص احنا عرفنا. وبرضه يعني الاذكر هو الفكره كلها. بس صاحب المزاج هياكل العبد. هي كلها اذواق مختلفه بس يعني في ونفس الذوق. مش هتختلف في العبد يعني. ده مش هختلف، ما هو انت العبد بالنسبه لي توب. انا بس بتكلم ان انا نفسي يعني كشخص مثلا احيانا بيجي لي مزاج للفيري. احيانا ابقى قايل لا مش عايز فيري، انا عايز اولكر. طعم اخف تمام. شوية يعني. احيانا بحب اجيب اللي هي البريتانيا دي، بس كنت بجيب طعم تاني بالفستق. طعم حلو برضه، بس ما لقيتوش برضه واحنا بنجمع الحاجات دي تبقى لونها اخضر كده. هو ده مش كل الاطعم يعني او مش كل البسكوت. دي بس الحاجات اللي جت في ايدينا يعني في الفتره دي. لو عايزين نكمل نعمل حلقه تانية عن بسكوت الشاي وتبقى بشكل اكبر، فقولوا ما تنسوش كومنت لايك سبسكرايب، وشيروا الحلقه لكل اصحابكم. سلام.